السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا في واحدة كلمتني وقالت لي جوزي بينكد عليا على اتفه الاسباب. يعني بيتلكك لي على اي حاجة عشان يشوفني ما اضحكش ضحكة و... ومعيشني في اجواء نكد باستمرار. يعني لو عمل حاجة حلوة قد كده بيعمل اسخم من الوحاشة عشان ينكد عليها. فانا كنت طلعت مره وقلت في ناس عايزين جنه وفي ناس عايزين نار وفي ناس حلوين وفي ناس وحشين. لا، انا غلط. هو في حاجه واحده بس. في ناس بتفهم وفي ناس ما بتفهمش. اللي ما بيفهمش اللي ما بيفهمش هو اللي ماشي ورا شيطانه. الشيطان ضربه على قفاه كده ومشيه ومشيه عمال يدوس في الناس ويظلم في الناس وينكد على الناس ويقرف في الناس ويعيش الناس في نكد علشان حاجة واحدة بس. شيطانه اللي سايقه. هو عبد للشيطان على فكرة. البني آدم اللي بينكد على الناس على أتفه الأسباب وبيعمل مشاكل وما بيعرفش يعيش من غير مشاكل ومن غير نكد، ده الشيطان اللي سحبه. الشيطان اللي شده كده من قفاه كده ومشيه وراه. هو دلدول للشيطان. هو اصلا عبد للشيطان. لان ما فيش بني ادم بيفهم وعايز ربنا سبحانه وتعالى وبيقرا كلام ربنا وقلبه سهل ولين هيعمل مشكلة على اتفه الاسباب. هينكد على الناس على اتفه الاسباب او هيتلكك للناس عشان ينكد عليهم. هو ده بس الفرق، ان في ناس بتفهم وفي ناس ما بتفهمش. صدقوني والله. لانه لو بيفهم، هو ربنا قال كده؟ هو ربنا قال انكد على مراتي مثلا على كل كبيره وصغيره؟ هو ربنا قال ان انا اقعد اخرس مع مراتي ما اتكلمش كلمتين وانا بره لساني زي البربنت وبتكلم مع الناس وبضحك مع الناس؟ هو ربنا قال كده ان الراجل يضحك بره بيته ساعه ما يخش بيته يعمل السيد؟ لا النبي عمل كده ولا ربنا قال كده. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الناس اللي زي دي. واي واحده بتتعامل بالطريقه دي، ده بني ادم مريض وعبد للشيطان. ما تفكريش تاني ولا ترضيه تاني ولا تصلحيه تاني ولا تكلميه تاني. سيبيه وقت ما يجي. وقت ما يتعامل يتعامل. وقت ما يعرف ان انت بني ادمه وعندك احساس وعندك كرامه وعندك قيمه ويتعامل معاكي زي ما إن عايز الناس تتعامل معاه هيرجع. ولو ما رجعش هو الخسران. لان البني ادم اللي بيبقى غليظ القلب ده ما بيعرفش يعيش من غير ازمات. ده بني ادم عايز يعيشك ازمه ورا ازمه ورا ازمه ورا ازمه علشان يخليكي في دوامه ازمات ما تعرفيش تشيلي دماغك. واي ست بتعيش اللحظات دي اوعي تفكري خلاص. انسي الموضوع ده. انسي ان انت ترضيه وانسي ان انت تقولي ربنا هيسألني عليه. ابعدي عنه ابعدي عنه لانه هيبقى سبب ضغط وموتك. ولا عايزين نوصل لبسنت؟ نبقى زي بسنت وفلانه وعلانه وفلان وعلان. انتوا عايشين تضغطوا فينا ليه؟ الناس اللي الشيطان سايقها ديت وراكبها، ها، حماري وماشيين وراه ومن ما بيفكروش ولا لحظه. انتوا عايزين تعملوا ايه؟ انت عايزين تموتوا في الناس؟ انت عايزين توصلوا الناس لحالات اكتئاب وحالات انتحار وحالات موت وحالات قرف؟ انتوا عايشين ليه؟ عايشين ايه؟ عايشين بني ادمين ولا عايشين شياطين ماشيه على الارض؟ العين اللي بتبكوها من غير وجه حق قسما بالله ربنا هيبكيكوا بدل الدموع دم. انا يعني الواحد زعلان بجد. زعلان ان في ناس مش شايفه انها بتفحر. يعني بتفحر نارها بتطلع نارها بايديها من المعامله السيئه وغلظه القلب والتفاهه والهيافه وقله الضمير. الراجل اللي ينكد على مرة على أتفه الأسباب وهي ملهاش يد أصلا في الموضوع، ده الشيطان ضربه على قفاه بالقوي. إيه ده؟ إيه ده؟ يخرب بيت كده يخرب بيت كده. هو في إيه؟ في إيه؟ ده الواحد ده الواحد خلاص. بجد خلاص والله.
والله العظيم والله العظيم والله العظيم بجد الدنيا بقى فيها ازمات، ما هياش جايه من عند الله سبحانه وتعالى، ده من ايدين البشر المؤذيه اللي حوالينا. لا، والواحده ترضى وتقول يا بنت معلش، يا بنت عيشي، يا بنت مش عارفه ايه، وفي الاخر الراجل يسم بدنها. يعني عايزه ترضى وعايزه تستحمل وتعيش، وهو يخليها، يقول لها مش هخليكي ترضي، مش هخليكي تبقي مبسوطه، مش هخليكي تبقي فرحانه، تبقى تعبانه ومتنيله بستين نيله ويضغط على ميتين ابوها. احب اقول للرجاله اللي زي دي، انتوا ما انتوش رجاله، انتوا شياطين راكبه دماغكم ساحبينكم كده. الشيطان سحبك كده، سحبك من قفاك، سحبك من لسانك. المهم ان الشيطان انت ماشي وراه، انت عبد للشيطان. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل راجل يظلم مرأة او كل ست تظلم راجل. السلام عليكم.